السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا. دي أخبار الزمالك. أتمنى الفقرة تكون خفيفة على قلبكم. ادعمونا بلايك الفيديو وسبسكرايب بالقناة، ومتشكر لكم جدا على دعمكم. الزمالك ما زال في راحة سلبية بعد نهاية الدوري. مصدر بالزمالك عن الموقف الحالي الخاص باللاعب الشاب أحمد زكي لاعب فريق الشباب المعار إلى نادي زد في الموسم الماضي. اللاعب وهو يلعب في مركز الظهير الأيسر، وتمت إعارته إلى زد في الموسم الماضي لمدة موسم تم حسم مصيره، حيث تقرر عودة اللاعب إلى صفوف الزمالك في الفترة القادمة، وتم إبلاغه واختاره بالعودة لنادي الزمالك لينضم إلى صفوف الفريق، وتم التأكيد عليه بالعودة إلى تدريبات الفريق بعد عودة الفريق من الراحة السلبية التي حصل عليها كل اللاعبين بقرار من المدير الفني. يستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل بعد الحصول على راحة لمدة 5 أيام عقب نهاية مباراة فاركو استعدادا لخوض البطولة العربية. ميدو تم الانتهاء من الاتفاق مع 3 لاعبين جدد بنسبة 80%، وأصبح هؤلاء ال3 جاهزين للانضمام للزمالك صباح اليوم، وكلهم لاعبين مميزين جدا. وأشار على جماهير الزمالك أن تدرك أن سوق الانتقالات لم يفتح بشكل كامل حتى الآن، وإدارة النادي مقسم سوق الانتقالات لمراحل، وأضاف قد ينضم لاعبا آخر خلال البطولة العربية. وأوضح على جماهير الزمالك أن تدرك أن مجلس الإدارة قسم سوق الانتقالات إلى مرحلتين، الأولى قبل انطلاق البطولة العربية، والثانية بعد البطولة العربية، واختتم لكن كل شيء جاهز سواء من حيث طلبات الفريق الفنية في الموسم الجديد أو قائمة اللاعبين التي من المقرر تعديل عقودهم، وتم تقديم تقرير بهم لمجلس الإدارة، ومن المقرر اعتماد تلك الخطة خلال الفترة القادمة. شادي عيسى هتاف جماهير الاهلي: عندنا امام، عندنا كهرباء، احلى هديه من مرتضى. الهتاف ده المفروض يزلزل اركان مجلس الزمالك، ووصل اما يعملوا حاجه يردوا بيها على صفقات الاهلي او يعتذروا عن الاستمرار وترك المسؤوليه لغيرهم. واتم لكن خالد لطيف: مستحيل هو ومن معه في مجلس الزمالك يعملوا الخطوه الاولى ولا الخطوه الثانيه. خالد الغندور: شفنا النادي الاهلي بطل الدوري بيلاعب حرس الحدود اخير الدوري، وبشويه تقفيل قدر الحدود انه يبقى ند للاهلي، واتم وحتى لما الحدود اتاخر بهدف قدر يرجع، وانتهت المباراه 1-1 في اجواء احتفاليه شهدت حضور الكابتن امام عاشور لاول مره في تاريخ مباراه للاهلي. وادينا شفنا النتيجه، وبسم الله ما شاء الله كان وشه حلو قوي على فريقه. أمير عزمي مجاهد أكد أنه حزين من انتقال إمام عاشور إلى الأهلي، وشدد على أنه حزنه ليس على إمام عاشور كلاعب، فالزمالك لا يقف على لاعب، ولكن أنه لم يكن يتصور أن عودة اللاعب ستكون للأهلي بهذه السرعة. كما أنه حزين على تفريغ الزمالك من نجومه، حيث إمام عاشور لم يكن أول لاعب يرحل ولن يكون الأخير لو صارت الأمور في نفس الاتجاه. كما شدد أنه من الواضح أن الأهلي يخطط للصفقة من مدة كبيرة، وفي النهاية هذا هو الاحتراف بعيدا عن الانتماء، وطالب بضرورة إيجاد حل لنادي الزمالك كي يستطيع تجميع ميزانية جيدة لفريق الكرة لضم لاعبين مميزين، لأن الوضع بهذه الطريقة صعب على الزمالك. وأكد أنه ليس شرط للزمالك أن يتعاقد مع لاعبين أصحاب أسماء كبيرة، من الوارد أن يكون لاعب مغمور ويصبح نجم بعد ذلك، المهم العين التي تختار. قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقد مؤتمر صحفي اليوم في 8 مساء بمقر النادي للحديث عن العديد من الأمور المهمة الخاصة بالقلعة البيضاء. خالد الغندور: بقول لجمهور الزمالك اقفوا سندوا ناديكم، انتوا مش بتقفوا ورا مرتضى منصور، انتوا بتقفوا مع الزمالك. هو لو مش انتوا اللي هتقفوا مع الزمالك، مين اللي هيقف مع النادي؟ ووصل الاعلام اللي هيدعمك، الاهلي وصفحاته اللي هيدعموك، المتزملكين اللي هيساندوك. وتابع وبعدين: هو في حد عاقل يقول اني اشتري لعيب مصري واحد ب4 مليون دولار؟ دي ميزانية اسوان كلها 25 مليون جنيه. واتم: بدل ما تدوس على اللاعب الخاين اللي باعك وكان بيعيط بالدموع ودلوقتي بيغني سطلانه وبيحضن علم الاهلي، تقوم دايس على مجلس الادارة؟ هو في كده يا جماعة؟ أكد فايز أبو بكر المتحدث الرسمي باسم روابط جماهير نادي الزمالك بالمملكة السعودية أن رابطة مشجعي الزمالك تستعد لاستقبال أسطوري للفريق الأبيض في السعودية. وأضاف: جماهير الزمالك في السعودية ليست كلها من أوساط المشجعين المصريين فقط، ولكن أيضا من نجوم المملكة السابقين. وأشار إلى أن الرابطة خاطبت نادي الزمالك من أجل التنسيق مع اللجنة المنظمة لتسهيل حضور الجماهير، بجانب الاتفاق مع بعض شركات السياحة لتسهيل إصدار تأشيرات لسفر بعض الجماهير القادمة من مصر. وأوضح أن الأجواء في الطائف معتدلة، وهو أمر مهم بالنسبة للزمالك، خاصة أن درجات الحرارة مرتفعة في بعض المدن السعودية مثل جدة والدمام.
الإعلامي إسلام صادق النادي الأهلي تواصل عن طريق نجمه الكبير وعضو مجلس إدارته الكابتن حسام غالي مع أحمد مصطفى زيزو نجم الزمالك وأفضل لاعب في مصر حاليا. وفجر مفاجأة، زيزو يرتبط بعقد ممتد مع الزمالك، ولكن الأهلي عرض على زيزو الانضمام له بداية من يناير المقبل أو نهاية الموسم المقبل، وذلك حسب العرض الذي سيأتي لزيزو بعد البطولة العربية. إسلام صادق زيزو تلقى عروض خليجية وتركية ولكنها لن ترتقي إلى جدية، وبالتالي قد يحدث خلال الفترة المقبلة أن اللاعب قد يتلقى عروض أخرى لمدة 6 شهور سواء في الخليج أو في أوروبا مثلما حدث مع عاشور كوبري، ثم ينتقل إلى الأهلي. وأضاف عرض الأهلي ضخم يصل إلى 30 مليون جنيه في الموسم، وهو يستحقه لأنه أفضل لاعب في مصر بلا جدال أو خلاف. من الممكن أن ياخد أول موسم مقدم وذلك للموافقة على العرض. وأضاف محمود الخطيب رئيس الأهلي معجب جدا بزيزو ويريد ضمه مثلما ضم إمام عاشور، والمفاوضات بدأت بالفعل لمحاولة إقناعه للانضمام للأهلي. عبد الرحمن الشويخ الناقد الرياضي مع ميدو أمس ميزانية نادي الزمالك الأخيرة صدرت في الأيام الأخيرة لتولي الكابتن حسين لبيب رئاسة اللجنة التي تدير نادي الزمالك، وهي خاصة بعام 2021 والعام الماضي. لم تصدر أي ميزانية عن نادي الزمالك، وأكد الزمالك يعاني من مشكلة حقيقية في عملية ثبات الإيرادات. النادي في عام 2020 حقق إيرادات بواقع 197 مليون، وفي عام 2021 حقق النادي 196 مليون و250 ألف جنيه. الشويخ الزمالك يعاني من عدم زيادة الإيرادات في المقابل زيادة المصروفات، ففي عام 2020 كانت مصروفات النادي 450 مليون جنيه، وفي عام 2021 كانت المصروفات 464 مليون جنيه، فهناك فجوة كبيرة في الإيرادات والمصروفات. وأوضح الزمالك لم يبرم إلا عقد رعاية وحيد بالإضافة إلى عقد البث التلفزيوني يبلغ 70 مليون جنيه. الزمالك لديه أزمة في الهيكل التنظيمي له، حيث لا يوجد فريق متخصص له يدير عملية التسويق والاستثمار في النادي، وعيب الزمالك ملوش غير راعي واحد والأهلي ليه 6 أو 7 رعاة، وهناك فارق كبير بين الزمالك والأهلي في هذه النقطة. تحدث أحمد شوبير عن إمكانية انتقال الثنائي أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح ثنائي الزمالك إلى الأهلي، وحاول التمهيد لهذا الأمر من خلال الحديث عن عصر الاحتراف الحالي، وأن اللاعب من حقه أن يبحث عن المكان اللي يرتاح فيه بغض النظر عن الانتماء، ومن حقه أيضا أن يظل في مكانه إن كان يريد ذلك. وقال كل شيء وارد في كرة القدم وخاصة في عصر الاحتراف الحالي، ومن المتوقع حدوث أي شيء في عالم احتراف كرة القدم. الإعلامي محمد فوزي إعلامي رياضي شهير جدا بعد انتقال إمام عاشور للأهلي، ما يحدث شيء طبيعي جدا وهذا هو الاحتراف. وتابع نفس الإعلامي الرياضي الشهير جدا بعد قيام عبد الله السعيد بالتوقيع للزمالك خلال فترة السماح وعدم تجديد تعاقده مع الأهلي. البلد لا تتحمل مثل هذه التصرفات التي تؤدي إلى الاحتقان الجماهيري، ولا بد من تدخل كبار رجال الدولة واختتم، بس الناس بتنسى أو فاكرة ومطنشة بمزاجها، وعشان كده لازم دائما نفكركم ونطالب بالمساواة والعدل وتوحيد المعايير. بس كده، دي كل الاخبار اللي كانت معانا النهارده عن نادي الزمالك. اتمنى الفقره تكون خفيفه على قلبكم. ادعمونا بلايك الفيديو، سبسكرايب القناه، متشكر جدا على دعمكم. لو عندكم اي ملحوظه سيبوها لنا في التعليقات. سلام.